جحاش آخر الزمن. لا تخلو أية أمة مضطهدة ومغلوبة على أمرها من خونة من بني جلدتها للدولة الغاصبة والمحتلة لها، ويعرف هؤلاء بالخونة والمرتزقين والجحاش وفق ثقافة تلك الأمم، وهذه التسمية إنما أطلقت عليهم للاستهتار بهم وفضحهم في أعين الشعب. فلا تخلو أية ثورة أو مقاومة أو حركة تحررية من أناس باعوا ضمائرهم وذممهم للمحتلين الغاصبين لقاء أموال بخسة أو مصالح شخصية أو مناصب رفيعة، فوقفوا ضد أممهم في دفاعها المشروع والمقدس ضد المحتلين، سواء تجسد التعاون في حمل السلاح أو بيع فكره وقلمه وتأييده للدولة المحتلة. كل جزء من أجزاء كردستان سمت هؤلاء بتسمية خاصة مختلفة. لم تنجو كردستان من هذه المأساة، بل كان لها نصيب بارز منها من بين الأمم والقومية في الشرق الأوسط. فتراث الخيانات ليس بشيء حديث في هذه الأمة المضطهدة، غير أن كل بقعة منها تصف هؤلاء الخونة بتسمية خاصة. ففي جنوب كردستان وشرقها تسمى هذه الفئة من الناس بالجحاش، بينما يصفهم أهل الشمال بالخروجي والمرتزقة. وقد تكون هذه اللفظة معهودة بشكل طبيعي بين أهل المنطقة، بل حتى بين الأحزاب السياسية، فهو بمثابة التنقيص من قيمة بائع الذات والنفس والوطن وتحقيرهم وإهانتهم. غير أن الفلسفة الحقيقية من وراء استخدام المصطلح هو أن هؤلاء لم يرتقوا أو ينضجوا فكريا، وأنهم يحاولون بناء ذواتهم لقاء أموال زهيدة. فباختصار هم كالجحش، وهو ولد الحمار حين تضعه أمه إلى أن يفطم من الرضاع. فهؤلاء كذلك يرون أنهم بحاجة إلى الدول الغاصبة والمحتلة كما يرى الجحش حاجته لأمه. أسوأ الجحاش هم جحاش البرلمانيين العراقيين الممثلين للكرد. من سوء حظ الكرد وخيبة أملهم تواجد مثل هؤلاء الجحاش في كافة أجزاء كردستان الأربعة، غير أن جحاش الأجزاء الثلاثة الأخرى لكردستان يختلفون عن جحاش جنوب كردستان تماما. فجحاش الجنوب قد تخطوا حدود الجحاشية بحيث ينبغي على الكرد إبداع تسمية أخرى لهم، فلا يمر يوم ولا يقوم هؤلاء الجحاش بمعاداة كردستان والمسائل القومية والوطنية لبني جلدتهم بكل وقاحة، والظهور على الفضائيات والقنوات المحلية وإظهار عداوتهم لكردستان ولكل ما يصب في صالح الكرد وكردستان. فهم يناضلون بشتى الوسائل لتحسين وجه الدولة العراقية المحتلة وإظهارها بمظهر الدولة المخلصة والجيدة للكرد. والأمر من كل هذا أن جحاش الجنوب يمثلون الكرد في البرلمان العراقي، ووصلوا لقبة البرلمان بأصوات بعض الكرد، ويصرحون يوميا بتصريحات معادية لكردستان، فأصبحوا كلابا مسعورة في وجه حكومة جنوب كردستان. كالجحاش تسرح وتمرح في الربيع، ولا ينطقون بشيء يصب في مصلحة الأمة الكردية وكردستان. لهذا وصفهم الشعب الكردي بلقب جميل يليق بهم، ألا وهو الجحاش البرلمانيين. جحاش البرلمانيين في الجنوب يخافون من ضياع مصالحهم بتجزئة العراق. جحاش البرلمانيين الكرد في الجنوب أمثال غالب محمد الذين يمثلون الكرد في بغداد من أبرز الجحاش البرلمانيين الكردستانيين، فهم دائما ما يطلقون تصريحات معادية لحكومة كردستان، ويمارسون كل ما من شأنه الإساءة للكرد وكردستان والحكومة الكردستانية، ولا يتطرقون بتاتا للمساوئ والسلبية للحكومة الفيدرالية، مع علمهم أن حكومة جنوب كردستان أفضل بكثير من الحكومة الفيدرالية في بغداد. والسبب في ذلك يعود لمخافة هؤلاء من ضياع مصالحهم وانقطاع تبنيهم من قبل الدولة العراقية، فهم يخافون قطع سبل معيشتهم الذليلة من تجزئة العراق، مع تأكدهم إضاعتهم لموطئ قدم بين شعب الجنوب، فأصبحوا عصا طاعة بيد الدولة العراقية لمحاربة حكومات جنوب كردستان والشعب الكردي. أحد هؤلاء الجحاش البرلمانيين يدعى غالب محمد، تربى من عائلة بحثية محضة على عهد صدام، وفي أحدث حوار له على فضائيات عربية قام بمهاجمة بيشمركة روش والإساءة إليهم بأسلوب الدني كنفسيته وفكره، والادعاء بأن قوات بيشمركة روش تأسست بأمر من الزعيم الكردي مسعود البارزاني، وأنهم يتقاضون الرواتب على حساب الموازنات العراقية، وأنهم يحاربون في كل من ليبيا وأذربيجان ضد حكومات تلك البلدان. كما ويقول بأنه تم إلقاء القبض على أحد عناصر تلك القوات من البيشمركة في ليبيا، وتأتي افتراءات هذا الجحش الصغير في وقت متأخر مما حدث. فقبل أشهر ألقى الجيش الوطني الليبي بقيادة
بقيادة الخليفة حفتر القبض على شخص كردي يدعى شاكر فرمان بونجوق، غير أنه لم تصدر لا من الشخص المعتقل ولا من المتحدث باسم الجيش الليبي أي تصاريح بأنه من قوات البيشمركة، غير ما نشره إعلام الباكك والاتحاد الوطني آنذاك في محاولة منها للاصطياد في الماء العكر، غير أنه لم تمر سوى فترة قصيرة عندما ظهر المتحدث باسم الجيش الليبي مصرحا بأن من تم القبض عليه هو شخص كردي من غرب كردستان، وأنه شارك في القتال في ليبيا ضمن الفصائل المرتزقة التي ترسله تركيا للقتال في ليبيا لتنفيذ أجندتها، حيث استغرب المتحدث الليبي من مشاركة كردي في حرب ليبيا بينما ما زال وطنه وأرضه محتلا بيد الأتراك المحتلين. ومما لا شك فيه أن استغراب المتحدث باسم الجيش الليبي في محله، غير أنه لو علم أن أمثال غالب محمد يمارسون الجحوشية في البرلمان العراقي ويعادون أمتهم ووطنهم لم يكن ليستغرب آنذاك. فهنا نسأل غالب: ما الفرق بينك وبين شاكر فرمان بونجوق؟ فهو يحارب بأوامر تركيا في ليبيا من أجل الحصول على تبنه من تركيا، وأنت تعادي الكرد بأوامر من العراق من أجل الحصول على تبنك. فالفرق بينكما أن بونجوق حارب العرب بسلاحه بينما أنت تحارب أمتك بلسانك، فهو مثلك جحش ومرتزقة وبائع لذاته لأعداء الأمة الكردية. نعم، يتحدث الجحش غالب عن قوة دافعت ومنذ تأسيسها عن أرض كردستان المقدسة وضحت بما لا يقل عن 78 شهيدا و634 جرحى لحماية وصون أرض الوطن. واستياء غالب وغضبه من هذه القوات نابع من كونها قوات وطنية مخلصة حتى النخاع وتحارب من أجل كردستان، وإلا فإن هناك قوى وأطراف تأخذ الرواتب من الدولة العراقية. والعلامة الفارقة بينها وبين قوات روج هي أن قوات روج تدافع عن كردستان وتلك القوى الأخرى تحارب كردستان. فهنا نستفهم غالب: لماذا لا تتحدث عن تلك القوى في شنغال التي تأخذ الرواتب من الدولة العراقية وتعادي وتحارب كردستان؟ ولو أردت الظهور بمظهر المخلص للعراقيين والكرد فلماذا لا تستفسر عن إيرادات مطار النجف الدولي وأين تنفق؟ لماذا لا تستفسر عن واردات المزارات الشيعية الخيالية والتي يتلاعب بها رجال الدين الشيعة؟ لماذا لا تتساءل عن قوات الحشد الشعبي والميليشيا المسلحة التابعة لها والتي لا يتجرأ لا أنت ولا غيرك من البرلمانيين الآخرين عبور جدران المنطقة الخضراء خوفا وذعرا منها؟ فغالب ورفاقه دأبوا على الإساءة لحكومة جنوب كردستان وتشويه صورتها والثناء على الحكومة الفيدرالية ومدحها، فحتى بصدد قطع الموازنة ورواتب موظفي إقليم جنوب كردستان دافع أمثال هؤلاء الجحش من البرلمانيين عن الحكومة العراقية وبرروا ممارساتها الظالمة وطالبوا حكومة الجنوب بتسليم وارداتها النفطية والحدودية لبغداد من أجل صرف الرواتب. فيا ترى ألا يعلم غالب أن القضية ليست بهذه البساطة والسطحية؟ وليس هذا ما تريده بغداد، بل ما تريده هو ركوع الكرد وانحنائهم أمامها. فمنذ 2014 ولغاية الآن لم يستلم فلاحو الإقليم مستحقاتهم المالية من بغداد. فيا ترى هل لهم أي علاقة بتسليم واردات الإقليم ونفطها للحكومة الفيدرالية؟ الجواب كلا، بل الأمر متعلق باختيارهم أمثالك ذوي الذيل الطويل لتمثيلهم في البرلمان العراقي. فنحن في شمال كردستان نستغرب شعب الجنوب ومدى تحمله لأمثالك من الخولة والجحاش. فلو كنت هنا تمثلنا بهذا الأسلوب في مجلس الأمة التركي لكان مصيرك الموت المحتوم. والحق أننا مستغربون جدا من وضع شعب الجنوب حول إرسالهم لأمثالك لتمثيلهم في البرلمان. فنحن نعرف جيدا من أنت وولد أي قوة وأيديولوجيا. الجحش غالب محمد أحد أعضاء البرلمان ضمن قائمة حزب التغيير، غير أن الحق أنه حصل على هذا المقعد كونه من مناصري الباكك وموليها، اخترق صفوف التغيير بخبرة متناهية فحصل على أصوات أعضاء وأنصار ومؤيدي هذه الحركة. دخل البرلمان العراقي على حساب هذه القائمة وها هو ينفذ الأجندات الإقليمية لحامل راية أخوة الشعوب أي استعباد الكرد. فلا تختلف نفسية وذهنية غالب وأمثاله عن جماعة أنقرة التي تدير الباكك من قنديل، تلك الذهنية التي تحاول استعباد الكرد من جديد للدول الغاصبة لكردستان، غير أنها هذه المرة وفق تسمية واستراتيجية حديثة وضعها زعيم الباكك المسجون، استراتيجية تعرف بمشروع أخوة الشعوب، حيث تفرض الدولة التركية على الباكك ومسلحيها عن طريق زعيمها المسجون أجلا الحفاظ على وحدة أراضي الدول المحتلة والغاصبة لكردستان
كردستان، وإلا فلا سبب يدعو كرديا أن يبتعد بهذا القدر عن مسيرة الكردية والسير وفق أجندات الدول المعادية. ختاما نقول لهذا الجحش: نعرفك جيدا، ونعرف جيدا على يد من تربيت وتثقفت، ونعرف مشاربك الفكرية وإيديولوجيتك في الحياة، ونعرف جيدا من تلاعب ببقية الدماغ في رأسك. وسننشر في القريب العاجل كافة صورك وفيديوهاتك سواء في أوروبا أو في جنوب كردستان، والتي تفضح اجتماعاتك بقادة الباككة، وسنضعها أمام أنظار الشعب الكردستاني ليتضح وينكشف للجميع من أنت ومن أين تحصل على تبنك وأين تستقي. ترقبونا.